الباسكت المحطوط على تسريحتي بتاع الميك اب، يا ترى حاطه فيه ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض الحاجات اللي بستخدمها استخدام يومي للميك اب بتاعي. اول حاجه بستخدمها وهو الفاونديشن بتاع فيت مي، يعتبر اخف نوع فاونديشن ممكن تستخدميه لبشرتك، درجه 115 المناسبه ليا. حلو جدا، خفيف على البشره، وبحط حته صغيره جدا عشان يبان شكله طبيعي، وبكنسل بيه الهالات السوداء والاماكن الغامقه فقط. بعد كده طبعا بستخدم الماسكارا بتاعت بريت هيومن، من احلى الانواع اللي جربتها مؤخرا وجميله جدا، سعرها حلو قوي وثباتها كمان جميل جدا، فبحب استخدمها الفتره دي وثابته عليها. بعد كده الماسكارا الشفافه بتاعه بريتي وومن برضو بحبها جدا في تسريح الرموش والحواجب، بتثبت الماسكارا اكتر وبتثبت كمان رسم الحواجب حلوه قوي، وتخلي حواجبك تحفه بعد ما ترسميها. كمان بحب استخدم الايلاينر، ده برضو من بريت هيومن، وكمان السن بتاعه حلو جدا في الرسم، ورسمته سهلة قوي، ثبات حلو جدا، والسواد بتاعه فحمي. هو الايلاينر ده اللي هو برضو تقريبا بريت هيومن بيتهيألي يعني. برضو سعره جميل وثباته كده جميل جدا، انا بحبه قوي في الاستخدام. الروج ده برضو بحبه جدا، وبحب استخدمه سواء على الخدود كده حته صغيره جدا بتدي لون كده احمر كده خفيف، وكمان على الشفايف، بس انا بحب احط الروج يكون الدرجه بتاعته خفيفه، يعني هو بيبقى اللون نفسه تقيل بس بحط حته خفيفه بتدي لون كده خفيف. او بستخدم النوع ده من الليب جلوس، تحفه تحفه تحفه، حلو قوي، ويعني ما خلص مني كمان زعلت جدا عليه لانه فعلا حلو جدا. وبحدد الحواجب اما ان الباودر المصحح يعني، ودي الفرشة بتاعتها بجد حلوة جدا، وكمان الجل اللي فيها من جوه اللي هو بتاع تثبيت الحواجب او رسمها يعني باحسن شوية، حلو جدا، يعني انا مخلصاه اساسا. والدرجات بتاعتها خصوصا اللون البني جميلة قوي، والدرجة حلوة يعني بتظبط وبتبقى لايقة مع اكتر انواع البشرات. بعد كده البودر دي اللي كانت متاحة عندي بتاعت اماندا، بس انا بصراحة ما بحبهاش، في حاجات احلى منها واحسن منها واخف منها كمان على البشرة، فبالنسبة لي مش هي الاختيار المثالي لو بشرتك دهنية. واخر حاجة طبعا هي المرطب بتاع الشفايف اللي هي زبدة الكاكاو، طبعا لو عندك ليب جلوس فخلاص انت هتستغني عنها، اما لو حابة ترطبي بيها او تحطيها وتكتفي بيها لو عايزة لون بسيط فتقدري تستخدميها.